بسم الله الرحمن الرحيم. ازيكم يا احلى متابعين؟ اتمنى يا رب تكونوا بخير. اهلا بيكم في حلقه جديده في قناه تالا كرافت اند كروشيه. معاكم هاجر صالح. نبدا حلقتنا بذكر الله والصلاه على النبي صلى الله عليه وسلم. هنشتغل مع بعض النهارده باذن الله مشروع من الكروشيه كده مبهج جدا وصيفي وكل تفاصيله حركات حلوه قوي. هنشتغل كلاتش مناسب للبحر والمصايف، كمان مناسب للخروجات بصفه عامه. هنشوف في الفيديو معانا النهارده اكتر من 3 افكار نقدر ان احنا نشتغل بيها الكلاتش بتاعنا النهارده من نفس الباترون ونفس الشغل ونفس كل حاجه. هنشوف خاماتنا مع بعض وادواتنا، بس حابه لو انتوا بتشوفونا لاول مره ما تنسوش تعملوا اشتراك في القناه وتفعلوا رمز الجرس عشان يوصل لكم كل جديد. كمان لو الفيديو عجبكم يا ريت تعملوا لايك وقولي لي بتشاهدينا من انهي بلد. تعالوا بقى نشوف الخامات والادوات اللي احنا اشتغلنا بيها النهارده ونقول بسم الله. الخامات بقى اللي هشتغل بيها النهارده ان شاء الله، انا هشتغل بخيط مكرميه قطن زين، وهشتغل معاه بابره كروشيه. تقدري تشتغلي ب4.5 او 5، انا غرزي ضيقه شويه فبقدر اشتغل ب5، بتبقى الشغل بتاعي متماسك وشكله كويس. لو انت ايدك في الشغل او غرزك واسعه شويه تقدري تقللي مقاس الابره عن كده، تشتغلي ب4.5 او 4 او حتى 3.5. اول حاجه بقى هعملها هبدا ان انا اشتغل جسم الكلاتش نفسه بالشكل ده كده. دلوقتي بقى هجيب الخيط والابره وهشتغل 30 غرزه سلسله. انا عامله هنا بس كده 15 غرزه عينه عشان اشرح عليها، لكن عرض الكلاتش اللي احنا اشتغلناه هو 30 غرزه سلسله بدايه. تمام كده. بعد ما بخلص ال 30 غرزه بطلع سلسله ارتفاع وبشتغل على كل غرزه بتقابلني غرزه حشو. طبعا بسيب غرزه الارتفاع مش بشتغل عليها اي حاجه، بروح رايحه على الغرزه اللي بعدها على طول وبشتغل غرزه حشو. بفضل ماشيه السطر ده لحد الاخر كده بغرز حشو ثابته، غرزه في كل غرزه بتقابلني لحد ما اوصل عند اخر غرزه في السطر. كمل السطر وارجع لكم. اشتغلت كده بغرز الحشو، جيت عند اخر غرزه في السطر، واخر غرزه دي بشتغل فيها في نفس المكان 5 غرز حشو عشان الشغل يلف معايا، واشتغل على الجنب التاني بتاع السلسله. 1 2 3 4 5. هلاقي ان الشغل خد معايا دوران كده، هبتدي ان انا اشتغل على الجنب التاني بتاع السلسله بتاعتي، واخد طبعا طرف البدايه معايا كده واقفله وانا شغاله. والجنب التاني هعمل نفس الحاجه، همشي على كل غرزه بتقابلني غرزه حشو واحده بس لحد ما اوصل للناحيه التانيه بالشكل ده كده، ثابت غرزه في كل غرزه. همشي على الجنب التاني بتاع السلاسل ونيجي عند اخر غرزه ونكمل. خلصت كده الشغل على الجنب التاني بغرز الحشو، جيت عند اخر غرزه هنا كده في ظهر اول غرزه كنت بدات بيها، هبتدي ان انا اشتغل 4 غرز حشو. طبعا الغرزه الاولانيه دي اللي انا بشتغل في ظهرها تعتبر الرقم 5، فانا هنا كده هشتغل 4 غرز بس. 1 2 3 4، والغرزه الخامسه اللي هي اللي بدات بيها يبقى انا كده عندي في كل جنب من الجوانب 5 غرز حشو. انا مش هقفل السطر بمنزلق ولا اي حاجه، انا هشتغل الشغل كله حلزون داير ما يدور، فتقدري تحطي علامه عند بدايه السطر او تقدري تشتغلي على طول. انا بصوا هي القاعده بتاعتي كده خلصت على كده، يعني انا مش هعمل تزايد ولا اي حاجه تاني. انا كل غرزه هتقابلني هشتغل عليها غرزه حشو واحده بس طول الارتفاع بتاعي لحد ما اوصل المقاس اللي انا محتاجاه. هبدا الاقي ان الشغل بيلم معايا كده وبيقوس وهو بيطلع بالجوانب بتاعته لوحده، يعني انا مش هعمل اي تزايد تاني في القاعده. فممكن تحطي علامه بس عشان تعرفي بدايه السطر بتاعك فين، او بعد كده بعد ما تشتغلي تبقي متاكده ان الجزء اللي قدام قد الجزء اللي ورا. طيب انا دلوقتي هعمل ايه؟ زي ما قلنا همشي على كل غرزه بتقابلني غرزه حشو واحده بس لحد ما اوصل للارتفاع المطلوب. طيب انا اشتغلت في الكلاتش بتاعي كام سطر؟ اشتغلت 22 سطر ثابت. طول ما انا شغاله كده غرزه في كل غرزه انا هلاقي الشغل معايا طلع لوحده وكمل، وافضل شغاله لحد ما اوصل للمقاس اللي انا محتاجاه. حابه تزودي طبعا انت عن كده براحتك، حابه تقللي براحتك. تمام بالشكل ده كده. وهيجي برده عند الزاويه عند الجنب التاني، وكل غرزه بتقابلني بشتغل فيها غرزه واحده بس، مش هعمل اي تزايد او تناقص ولا اي حاجه. الزاويه كده كل غرزه بشتغل فيها غرزه واحده بس. هلاقي طبعا ان الجوانب الشغل بتاعتي هي اللي اتكونت لوحدها وانا شغاله بالشكل ده كده. طبعا الشغل بيقلب كده لجوه، دي مش بتبقى عدله الشغل. يبقى انا بعد ما بشتغل بقلب الشغل بتاعي كده واعدله وابدا اشتغل السطور بتاعتي كلها، وافضل بقى اشتغل لحد ما اوصل للمقاس اللي انا محتاجاه. بيبقى كده خلصنا جسم الكلاتش نفسه، هو طبعا سهل وبسيط ما بياخدش مننا اي وقت. نيجي بقى للقلاب ونشوف هنشتغل مع بعض ازاي. ايه القلاب بقى؟ هبتدي ان انا اجيب الخيط كده وهبتدي ان انا اشتغل جوه دايره سحريه. هلف الخيط كده، دي دايره سحريه مش هقفلها، وهدخل بالابره اسحب خيط واطلع سلسلتين ارتفاع. 1 2. تمام. جنب السلسلتين دول هشتغل جوه الدايره السحريه 6 عمود بلف. السلاسل الارتفاع مش بحسبها، دول كده مجرد ارتفاع، وابدا اعد 6 عمدان. 1 2 3 4 5 6.
تمام. هسحب بقى طرف البدايه كده عشان اقفل الدايره السحريه بتاعتي. انا ما بقفلش السطر بمنزلق ولا اي حاجه، الشغل هيكون رايح جاي. هسيب بقى الخيط ده كده وامسك الطرف اللي انا شغاله بيه. السطر الجديد هطلع سلسلتين ارتفاع للسطر الجديد، هلف الشغل على الجنب التاني، وهبدا اشتغل في كل غرزه بتقابلني غرزتين عمود. ابتداء كده من المكان اللي انا ارتفعت منه اشتغل عمودين في نفس المكان، العمود الاول والعمود التاني، يعني كاني بشتغل تزايد بغرز العمدان. يبقى السطر ده بيخلص معايا على 12 غرزه عمود، واحد والتاني في نفس المكان، واكمل السطر لحد الاخر كده يبقى معايا 12 عمود في السطر ده. خلصت السطر بالشكل ده. السطر الجديد بقى هطلع 3 سلاسل ارتفاع، 1 2 3. هلف الشغل، هعتبر ان دول معايا اول عمود بسلسله، فمش هشتغل في المكان ده تاني، اروح رايحه على العمود اللي بعده واشتغل غرزه عمود، بعدين هعمل غرزه سلسله واروح رايحه على العمود اللي بعده على طول واشتغل عمود، بعدين غرزه سلسله. والسطر ده همشي كله كده، في كل غرزه بشتغل غرزه عمود عادي، لكن فوق ما بين العمدان بشتغل غرزه سلسله. يعني انا بشتغل عمود سلسله عمود سلسله، وتحت بشتغل في الغرز كلها، ما بسيبش اي غرز. عمود وسلسله، اللي بعدها عمود واعمل سلسله واكمل لحد اخر السطر. السطر هيخلص معايا على كام عمود؟ على 12 عمود ابتداء من اول غرزه دي خالص، بعدها معايا في العمدان. هخلص السطر وارجع لكم. خلصت كده العمدان والسلاسل لحد اخر السطر. السطر الجديد هطلع سلسلتين ارتفاع، هلف الشغل، هبدا ان انا اشتغل جوه الفراغات اللي عندي اللي انا كونتها دي، مش هشتغل في راس عمدان خالص في السطر ده. سلسلتين ارتفاع كده ماليش دعوه بيهم، في اول فراغ بيقابلني هشتغل عمودين في نفس المكان، العمود الاول والعمود التاني في نفس المكان، اروح رايحه على الغرزه اللي بعدها او الفراغ اللي بعده، مش هشتغل في راس العمدان، بشتغل في الفراغات واشتغل عمودين في نفس المكان. الفراغ اللي بعده عمودين، وبكمل لحد اخر السطر بنفس الطريقه. كل فراغ بيقابلني بشتغل فيه 2 عمود. اخلص السطر وارجع لكم. خلصت كده العمدان كلها في كل الفراغات، واخر عمود عندي في السطر بشتغله بيكون فوق سلاسل الارتفاع هنا كده، يعني بعد ما خلصت اخر عمودين بشتغل هنا كده فوق سلاسل الارتفاع اخر عمود عندي في السطر. يبقى السطر ده كده خلص بالشكل ده. السطر الجديد هطلع سلسلتين ارتفاع، هلف الشغل. السطر ده هشتغل 3 عمدان، بعد كده غرزه تزايد. ابتداء من اول غرزه عندي بتقابلني اللي انا طلعت منها كده هشتغل فيها اول عمود، 1 اللي بعدها عمود، ده كده العمود رقم 2، والغرزه اللي بعدها فيها العمود رقم 3. بعد كده بشتغل غرزه تزايد، يعني بعمل عمودين في نفس المكان، 1 2، وبشتغل السطر ده لحد الاخر بنفس الطريقه، 3 عمود بعد كده تزايد، 3 عمود بعد كده تزايد، 1 3، بعد كده غرزة تزايد، وبكمل بنفس الطريقة لحد اخر السطر. خلص السطر وارجع. كده خلصت السطر كله بنفس الطريقة. ده كان اخر تزايد، وهنا كده اخر 3 عمدان، واخر عمود عندي هيبقى فوق سلاسل الارتفاع، وهنا هيبقى عمود واحد بس مش هعمل تزايد في الجزئية دي. هنا كده كان اخر تزايد، بعد كده 1 2 3، بعد كده اخر عمود هشتغله فوق سلاسل الارتفاع. هطلع سلسلتين ارتفاع، هلف الشغل على الجنب التاني. السطر ده هشتغله كالاتي: سلسلتين ارتفاع دول مجرد ارتفاع، ابتدي من جنبهم على طول هشتغل غرزة عمود، والغرزة اللي بعدها هشتغل فيها غرزة عمود، بعد كده هعمل سلسلة واروح رايحة على الغرزة اللي بعدهم مباشرة واشتغل عمود، واللي بعدها فيها عمود، بعد كده غرزة سلسلة. يبقى انا بشتغل عمودين سلسلة عمودين سلسلة في كل الغرز اللي بتقابلني، ما بسيبش اي غرز تحت. عمود، عمود التاني، سلسلة، واكمل كده لحد اخر السطر. كل غرزة بتقابلني بشتغل فيها غرزة عمود، وبعد كل عمودين بعمل غرزة سلسلة. فبكون فراغات بالشكل ده كده. اخلص السطر لحد الاخر وارجع لكم. اشتغلت كده لحد اخر السطر بنفس الطريقة. هنا كده كان اخر مجموعتين سلسلة، واخر غرزة في السطر عمود، والغرزة الاخيرة هتكون برضو على سلاسل الارتفاع. يبقى السطر برضو هيخلص معايا بعمودين
بالشكل ده كده. تمام. السلاسل بتكون لي الفراغات اللي انا اشتغلتها دي. السطر الجديد هطلع سلسله واحده بس ارتفاع، هلف الشغل على الجنب التاني، هشتغل في كل غرزه بتقابلني ابتداء من اول غرزه حشو واحده بس. يبقى السطر ده كده سطر عادي بغرز الحشو. فوق العمدان بشتغل غرز حشو، وبرده تحت السلسله الفراغ اللي اتكونت عندي دي بشتغل غرزه حشو. في راس العمدان بشتغل غرزه حشو واحده في كل عمود، وتحت السلسله برده بشتغل غرزه حشو واحده لحد اخر السطر. هشتغل كده السطر كله بنفس الطريقه ونرجع نكمل. خلصت كده السطر بغرز الحشو لحد اخر غرزه. السطر الجديد هطلع سلسله واحده ارتفاع وهلف الشغل وهشتغل برده بغرزه حشو، لكن السطر ده عامل فيه تزايد بسيط خالص كده. هشتغل 14 غرزه حشو، بعد كده اعمل غرزه تزايد. هعد كده ابتداء من اول غرزه، ابدا اعد 1 2 3 4 وافضل شغاله لحد ما اخلص 14 غرزه حشو، وبعد كده بعمل تزايد واكرر تاني 14 غرزه حشو تزايد، بعد كده بكمل لحد اخر السطر. وانا هنا في السطر ده هيبقى عندي 2 تزايد بس، لكن بعملهم عشان الشغل بتاعي ما يلمش او ما يقوصش. يبقى اكمل 14 واعمل تزايد واكمل 14 تاني واعمل تزايد. انا كده خلصت 14 غرزه. في الغرزه اللي عليها الدور اللي هي رقم 15 هعمل فيها غرزه تزايد، يعني هعمل 2 حشو جنب بعض في نفس المكان. وبعد كده اكمل بنفس الطريقه زي ما قلنا، هشتغل برده كمان 14 غرزه، بعد كده تزايد، وبعد كده اكمل بغرز الحشو لحد اخر السطر. خلصت كده القطعه لحد اخر السطر بغرزه الحشو. دلوقتي بقى هعمل ايه؟ دلوقتي هبتدي ان انا هشتغل بغرز حشو، لكن مش هشتغل على نفس الجنب الدقيق ده، انا هشتغل هنا كده من فوق بغرز الحشو عشان اقفل الجزئيه دي اللي انا هبتدي اشبك فيها القلاب في الكلاتش. يبقى هنا كده هطلع غرزه سلسله ارتفاع واشتغل على الجنب ده بقى بغرز الحشو. طبعا الجنب ده ما بيكونش عندي فيه غرز معينه بشتغل فيها، فانا بحاول اشتغل كده غرز متساويه على مسافات متساويه بشكل منظم. انا هنا كده دخلت تحت غرزتين الحشو اللي عندي كده اشتغلت فيهم، وتحت العمدان كده من تحتيهم بشتغل تحت كل عمود غرزتين حشو بس، واحد والتاني في نفس المكان تحت العمدان كده. تمام. هروح كده تحت العمود اللي بعده ده هنا كده واشتغل برده غرزتين حشو. طبعا زي ما قلنا هنا ما فيش غرز معينه بشتغل فيها او عدد معين بشتغل فيه، بس انا بحاول اخلي الغرز بتاعتي على مسافات متساويه عشان التقفيل يكون شكله كويس. واشتغل كده بنفس الطريقه لحد ما اوصل عند اخر السطر. تحت العمدان كده وتحت سلاسل الارتفاع بشتغل قيمه غرزتين حشو. تمام. اكمل لحد اخر السطر وارجع. اشتغلت كده خلاص التقفيل كله بغرزه الحشو لحد اخر السطر. وفي اخر السطر هبدا ان انا هعمل غرزه سلسله واقص بقى خيط طويل شويه عشان ده اللي هشبك بيه. واسحب الخيط بتاعي لفوق. تمام كده. اجيب بقى ابره التنظيف واجيب الكلاتش نفسه نبدا نشبك مع بعض. هجيب بقى الكلاتش بتاعي وبحط فيه علامات في الجنبين هنا كده عشان لما انا اجي اثبت القلاب يكون مظبوط معايا في النص، ما يكونش جاي في جنب عن جنب. وهجيب القلاب بتاعي كده اللي احنا اشتغلناه وحطيت طبعا ابره التنظيف في الخيط الطويل اللي سيبناه، وهبدا اشوف انا عايزه فين يكون الوش وفين يكون الظهر، وهشتغل الشغل كله على الظهر. وبرده لما احط القلاب عشان اثبته هحطه على ظهره عشان لما يقفل لبره كده يكون مقفول على الوش بالشكل ده كده. تمام. وهبدا ان انا اوسطن الجزئيه بتاعتي دي كده بالظبط عشان القلاب يكون في النص، وهخيط في الغرز دي، هقابل غرز بغرز بإبرة التنظيف بالشكل ده كده. هخيط بقى كده كل غرزة في القلاب من هنا هقابلها بغرزة في الكلاتش من هنا كده، واسحب وارجع تاني، هاخد غرزة من الكلاتش وبقابلها غرزة بالقلاب. بس انا ما باخدش الاربع حلقات، يعني انا دايما عندي غرزة الحشو فيها حلقتين من هنا وعندي هنا طبعا حلقتين، انا باخد هنا اللي من جوه مع اللي من جوه وبسيب الحلقتين اللي من بره بالشكل ده كده، واسحب وارجع تاني. الحلقتين اللي بيقابلوني اهي اللي من جوه اهي، واخد قصادها اللي من جوه من هنا واخيط واكمل غرزة قصاد غرزة، غرزة قصاد غرزة. انا ببقى سايبه حلقتين كده من بره بتسهل التقفيل وبتدي تحديد للشكل كده بيكون شكلها كويس. هكمل بقى خياطه الكفر كله او الغطا كله لحد الجنب التاني وارجع لكم. لحد هنا كده ممكن يكون الكلاتش بتاعنا خلص، يا دوبك هتركبي له هنا كده كبسوله مغناطيس ويكون خلص معاكي بالشكل ده، وهيبقى تصميم قمر جدا. ممكن بقى كمان تعملي له اضافه تانية انك مثلا تركبي له شراشيب زي كده
هيبقى برده فكره تانية لذيذه قوي بنفس الباترون ونفس كل حاجه ونفس الاعداد. يا دوبك ان احنا هنقص شراشيب طولها حوالي 13 سم او 14 سم بالشكل ده، وتبتدي ان انت تشبكيها في كل الغرز اللي كانت حشوه على الاخر خالص بالشكل ده كده. ممكن كمان تعملي اضافه تانية اكتر شويه وتركبي له صدف وقواقع البحر اللولي كده بالشكل ده، هيديله انطباع اكتر خاص بالمصايف والرحلات والجو ده. تمام بالشكل ده كده. وممكن كمان تغيري مثلا لون الشراشيب عن لون الكلاتش نفسه، تركبي برده القواقع والاصداف بالشكل ده كده. يعني تقدري تلعبي في الفينش بقى في الاخر براحتك. ممكن تفكي الشراشيب نفسها بتاع الخيط، نفس الخيط وكل حاجه، بس فكيتي الشراشيب. بصوا هنا شكلها مختلف ازاي عن لو سايبه الشراشيب مبرومه على طبيعتها. عندك اكتر من فكره تقدري انك يعني تفنشي بيها الكلاتش بتاعك زي ما قلنا، سواء تغيري في الالوان، سواء تغيري في طريقه تفكي الشراشيب نفسها، سواء تحطي اضافات، او اصلا لو حابه تعمليه زي في الاول خالص كده ساده من غير اي حاجه. الفينش طبعا دايما زي ما بنقول كده في الاخر ليكي، واختيار الالوان وطريقه تقفيل الشغل بتاعتك. اتمنى الحلقه النهارده تكون عجبتكم. اسيبكم بقى مع الصور، ما تنسوش تقولوا لي رايكم في الكومنتات.